يا صباح الخير، عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الفول المدمس او الفول بتاع السحور كده. هنعمل النهاردة مع بعض الفول بمكونات بسيطة جدا، وهيطلع معاكوا كهرمان واللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، بنفس الطعم والشكل واللون بتاع بره بالظبط. تعالوا نشوف هنعمله ازاي بخطوات بسيطة قوي. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا فيديوهاتي باستمرار. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول خطوه عندي هنا عندي ربع كيلو من الفول بتاع التدميس. طبعا عايزه تكتري ربع كيلو، نص كيلو، زي ما انت عايزه. انا استخدمت ربع كيلو بس. احط عليه كده ميه، واقل حاجه تسيبيه 6 ساعات، ولكن الافضل ليله كامله. انا سبته هنا ليله كامله في الميه دي. بعد ليله كامله بقى كده صفيته من الميه. بصوا هتلاقي الفوله كده فتحت معانا. هجيب بقى هنا كده، كان عندي حلة صغيرة هنا، مش عندي دماسة. طبعا انت لو عندك دماسة او الفوالة بتاعة الفول، طبعا ده ينفع وده ينفع، بس عادي احنا ممكن نعمله في حلة وهيطلع نفس الطعم بالظبط، مش هيفرق حاجة. كان عندي هنا 3 معالق من الفول المدشوش، و3 معالق من العدس الاصفر، وده مش بيتنقعوا عادي في المية قبلها، تغسليهم وتحطيهم على طول. يبقى 3 معالق فول مدشوش و3 معالق عدس اصفر. معلقة كبيرة من البابريكا، والبابريكا هنا عشان تديكي نفس اللون. نص معلقة من الكركم. الحاجات دي أساسية عشان يطلع معاكي لونه حلو. نص فنجان كده من الزيت النباتي أو زيت عباد الشمس زي ما انت عايزة، أو 5 معالق بالظبط زيت من معلقة الأكل العادية. وعندي هنا طماطمايه. بصوا هفتحها كده، مش هقطعها لقطع صغيرة أو حاجة، هفتحها كده بس عن بعض واحطها في الحلة. وعندي ليمونة واحدة، ليمونة كده برضو هنقطعها ونديها كده بس نص عصرة، وتحطيها بقشرها بكل حاجة في الحلة بتاعتك. زي ما قلت لكم، يعني الكميات لو انت طبعا هتضاعفي الكميات يبقى كل حاجة هتضاعفيها. العدد الفول المدشوش هتضاعفيه، وعدد يعني العدس هتضاعفيه. حطيت بقى هنا ميه سخنه، ولازم ميه سخنه. الفول بتاعنا مش بيتحط عليه ميه ساقعه خالص، لازم ميه بتغلي. حطها بقى كده على النار، على نار هاديه لمده يعني على نار عاليه لمده 10 دقايق، وبعدين بقى توطي عليه زي الشمعه. انا هنا قعد معايا ساعه الا ربع، بس طبعا ساعه الا ربع عشان احنا نقعينه في الميه من قبلها ليله كامله. لو انت طبعا مستعجله وعايزه تعلقي عليه على طول، هيقعد معاكي على النار فتره اطول شويه. بصوا بقى كده اللون، بجد ما يفرقش حاجة خالص، يمكن احلى من اللون اللي احنا بنجيبه من بره كمان. زي الكهرمان اصفر كده ولونه جميل، والفولة دايبة معانا. هنوضب بقى طبق الفول بتاعنا. هنحط الفول، رشة من الملح، وفول يعني كمون، وبعدين هنحط الليمون بتاعنا والزيت والطحينة. هنحط بقى كده كل ده مع بعض، ويبقى طبق الفول بتاعنا جاهز من مجاميعه. بجد طبق فول تحفة. كهرمان ولونه كده عامل، يعني مش عارفة اوصف لكم عامل ازاي، وطعمه زي الزبدة، والفول دايب معانا. يعني بجد احسن بكتير من ان انتي تشتريه من بره، وبكمية بسيطة قوي هتعملي حلة كبيرة تقعد معاكي كذا يوم. بصوا عامل ازاي، بجد يعني يمكن احلى من اللي بيبقى من على عربيات الفول، ده اكيد احلى. جربوا طريقتي في الفول، وكل سنة وانتم طيبين.